السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمد باشمهندسين؟ هنرسم النهاردة الرسمة دي مع بعض واحدة واحدة كأنك قاعد في السكشن بالظبط. لو انت مهتم انك تكون جامد في الرسم الهندسي وانك تكون طالب جامعي ناجح واني اديك نصايح ومعلومات كنت اتمنى حد يقولها قبل ما اخش الجامعة، اشتراكك يسعدني لو انت مهتم بالمحتوى ده. اتفقنا ان اي رسمة محاور في الدنيا اما نبدأ فيها نبدأ نرسم ايه؟ المحاور بتاعتنا دي. المحاور دي هي اساس الرسم، زي عواميد البيت بالظبط بتبنيها وبعد كده تبني البيت بتاعك. تقدر من خلالها تحدد المراكز، بعد كده تعمل الدوائر بتاعتك وتخلص رسمتك ايه بسرعة. طيب جميل، تعالى نبتدي بقى بأول ايه محور كده. نقول المحور ده مثلا بوريكم مثلا يرسمه في المنطقة دي كده. بعد ما عملنا المحور ده عندك انت هنا في ايه محور كده. تعالى نعمله هنا كده في المنطقة دي كده مثلا. هو من خلال بس عايزين نجيب مركز ده، مش محتاجين نروح هناك. بعد كده جه قال لك هتبعد 60 وتعمل المحور ده كده. نبعد 60، ناخد نقطة ونعمل المحور ده كده. بعد كده جه قال لك هنا عايزين نبعد من المحور ده كده 39 لتحت عشان نعمل المحور ده كده بتاع الدايرة ده كده. تبعد كام؟ 39. نبعد 39 بزعلك. الدنيا بسيطة جدا. جبنا المركز هنا بتاع الدايرة دي فوقنا. بعد كده تعالى بقى هنا ايه عشان نجيب المركز ده كده. هنبعد من هنا 60 زائد 49 يعني 106. 106 ادي 106. نرجع تاني أهم حاجة 106. قال لك هنا بقى إن الدايرة دي عشان أجيب المركز بتاعها هنا كده على بعد بص على اللاب 56. تمام، 56 منين بقى؟ معلش عشان هي متاكلة من هنا. 56 من هنا كده، يعني من هنا كده 56. اوكي. طيب بتبعد بقى 56 منين؟ من المحور ده كده هتطلع 56 فوق. 56 كده. تمام. طيب تعالى بقى للدايرة دي، أنا عايز أجيب محورها. فأجيبه إزاي؟ صلى على النبي. هو جه قال لك الأول ابعد 49 من هنا. 49 من هنا كده، وهتطلع هنا كده. بالتالي احنا كده ايه جبنا المكان. طب انا عايز اشوف ارتفاعها بقى، يعني هيبقى على كام هنا. انا عايز اجيب المحور ده كده. هجيبه ازاي؟ هتبص شمال يمين مش هتلاقي من الدورة، بس انا هنجيبه بطريقه اشيك شويه. صلى على النبي عليه افضل الصلاه. هو مش جه قال لك ان من اول هنا لحد هنا عامل لك ده دايره كلها على بعضها 35؟ يعني نصها كام؟ نص 35 اللهم صل على النبي 17 ونص. يعني انت عندك 17 ونص من اول ان هو كده لحد الاخر هنا كده 17 ونص. فانا هروح جاي طالع ال 17 معاه واحده واحده هنا كده، اقوم جاي مادد خط لحد ما اقف عند ال 49 وهنزل الشويه دولت هجيب المحور ده. طب هنزل قد ايه؟ مش هتنزل بس مش هتنزل 17 ونص بقى، تقوم جاي نازل 14. مش هو بيقول لك ان الكيرف ده 14؟ طب ما الكيرف ده لما يلف لحد هنا هتبقى انت عندك شروط 14. فبعد ما اوصل هنا كده عند اول مربط بقى في ال 49 بتوعي انزل تحت 14، وبالتالي انا كده حددت مركز الدايره. يعني انا كل اللي هعمله ايه؟ هتيجي من النقطه دي كده، تمام، تروح جاي طالع ال 17 ونص بتوعك من هنا كده. الموضوع بسيط جدا، طلعت 17 ونص. بعد كده مديت الخط بتاعي لحد ما جيت فين؟ لحد ما جيت هنا كده. تمام، ده هو الخط ده كده. هوب خبطت في ال 49، انزل ال 14 بتوعي بكل بساطة. وكده انا جبت مركز ايه؟ الدايرة. بص ولا الهوا. الدنيا بص جميلة. جبت انا كده مركز الدايرة. تمام، كل ده فاضي ملوش لازمة معانا. وبالتالي انا جبت مركز الدايرة اهيت اللي مدوخة الملايين من الجماهير. طيب جميل. تعالى بقى نبدأ نرسم واحدة واحدة. تمام، انا كنت عايز اخبي عليكم الفكره دي عشان تفضلوا تتفرجوا على الفيديو لحد الاخر، بس انا قلت لكم في الاول عشان اللي واقف عندها يرسم ويكمل. تمام، اهم حاجه وقتكم برضه. اول دايره معلش هنا كده هو قال لك ان هي 14. تمام، نفتح 7 ونص 7 سوري، عشان هو قال لك 14 يعني نصفها 7. هي عامل ايه؟ دايره كده.
تمام. بعد كده قال لك في دايرة 28 كلها، يعني هفتح 14 نصف القطر، لأن هو بيقول لك القطر كله. أنا هفتح 14 اهو. تمام. بعد كده هروح جاي زي ما انت شايف هنا كده، هو مد خط كده بالمنظر ده كده. ماشي. بعد كده هو عامل هنا دواير بالمنظر ده كده، زي ما انت شايف عامل دايرة 14، يعني انا هفتح 7 قد الدايرة دي كده، يعني انت فاتح 7. هتدور خم ليه؟ يعني شريك ليه؟ رقم 14. عمري ما بعمل كده، برجع جوه لما شرحت رسم. طيب فل. بعد كده جيت افتح بيقول لك الدايره اللي بعدها برضو 28 نفس دي يعني كده. طب قشطه، موضوع بسيط، خدها من هنا على طول. وعود نفسك على المهارات دي، مش شرط اروح للمسطره تاني. انا عامل دايره من كده زي دي، اقوم جاي واخد فتح على طول، برجع واخدها من هنا انا كده على طول. طيب بعد كده انت عندك في دايره هنا اهي. تمام. قال لك الدايره دي كام؟ جه قال لك 8. القطر بتاعها، نصف القطر بتاعها 8. طيب جميل. دي مماس مع دايرة وخط. طب هعمله ازاي؟ قلت لك هتشوف ان هو 8 خلاص فوق، يبقى انا هروح جاي عامل خط موازي، لان الخط ده كده على بعد 8 تحت، يعني اقوم جاي قايس 8 كده. تمام. واخد خط. بعد كده هروح جاي جايب ال8 ده اهي، زائد اللهم صل على النبي نصف قطر الدايرة اللي المماس نهي عندها هنا كده، اللي هو نصف قطرها كام؟ انا قطرها كونجو 28، نصف قطرها 14، زائد ال 14 20 18 20 22. على قد يا جماعة في الرياضة والله. أنا كبير. تمام. 22. محدش يحفل على لغاية نفسي غلطان في أرقام. تمام. بعد كده إيه؟ أنا عايز أشوف الماس بتاعي هيبتدي من هنا، تروح جاي مسطور بالخط كده، بالتالي أنا عرفت الماس بتاعي هيبتدي هنا كده، وتروح جاي عادي جدا فاتح عامل الماس بتاعك كده أهو. تمام. جاي ماسح إيه؟ الزيادة دي كده. طيب. طيب. مع العلم يا جماعة المحاور دي بتتعمل بخطوط خفيفة، أنا بس بتقل عشان نشوف في الكاميرا، حتى برضو خطوات العمل دي بخطوط خفيفة جدا، أنا بتقل عشان بس تبان في الكاميرا، أبقى ضامن إن هي باينة في الكاميرا. طيب تعالى بقى نعمل هنا نفس الكلام، نعمل هنا الدوائر الشكل ده نعمله هنا كده الأول، بعد كده نعمل المماس ده كده. طيب هنيجي نعمله هنا إزاي؟ جه قال لك هنا إن دي دايرة صغيرة نصف قطرها كام؟ 8 ونص، يبقى أنا هفتح 8 ونص. خلاص نصف قطرها 8 ونص، 8 و8 16 يعني 17. تروح جايب الدايرة ال17 بتاعتك يا نجم، ده اللي اخوك كان بيعمله طول عمره اصلا. تمام. لسه جايب البرجر. بعد كده جه قال لك ان فوقيها دايره كلها 35. هل انا معايا 35؟ معايا 36. والله ما انا مزعلك. 36 36 ما تدقش، انت افتح يا باشا واعمل البرجر بتاعك نص 35 واعملها براحتك. 35 عامله 36، والله المراقب ما هياخد باله، ايه اللي بيصحح قصدي ما ياخد باله ولا يهمه. عملناهم يا باشا. بعد كده تروح جاي انت ايه، مادي الشويه دولت كده بتوعك دولت. تمام. مدهم. هتمدهم لحد قد ايه؟ مش لحد اخر الشارع يعني، هتمدهم بس شويه صغيرين كده بس. وهو بعد اقولك بعد ما نمدهم هنعمل ايه؟ هنيجي نفتح البرجر بتاعنا كده. هي دي كانت تكملة الدايرة يعني. تمام. بس يا باشا وكده عملنا راس المفتاح. افتح البرجر بتاعه واحطه على السن واتاكد الاول ان الدنيا ظابطه، بعد كده هوب خلاص خلص الموضوع. انا عاوز اقول لك ان احنا بنرسم رسمات واقعيه ملموسه، يعني مش بنرسم اي بتنجان مخلل وكده، لا احنا بنرسم رسومات اللي هي حقيقيه قدامك. يعني ده مفتاح، ده مفتاح من هنا، وده برضه مفتاح. شفت انت المفتاح اللي بيبقى فيه كذا راس كده؟ هو ده مفتاح، بتفتح من هنا وبتفتح من هنا ومن هنا ومن هنا. تمام. واللي في النص ده ما اعرفش، هم حاطينه كده وخلاص زياده كده، عايز يقرفك وخلاص يعمل لك ممثل في النص. طيب عندك بعد كده عندك ده مماس داخلي اهوت، جه داخلي عشان هو بس داخلي الرسم وش بتاعه. طيب ممتاز. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب نصف قطر المماس اللي هو
نصف قطر المماس عندك اللي هو بيقول لك هنا 49، هكتبه مرتين وهشوف المماس انتهى عندها دايرة، انتهى عند الدايرة دي نصف قطرها كام؟ نصف قطرها 14. تمام. ومادام هو داخلي هجمع، وهاجي برضه اشوف انتهى فين. هنا انتهى عند الدايرة دي اللي هي نصف، اللي هي كانت 35 قطرها، 35 يعني نصف قطرها اللهم صل على النبي 17.5 زائد 17.5 هنا كده 17.5. هنا نشوف كام زائد 14، بعد كده 40 زائد 17.5 66. طيب ممتاز. بعد كده تروح انت جاي فاتح الرقمين دولت 36 اولا 63 قصدي. تمام. اجيب الدايرة اللي نصف قطرها 14 هرتكز فيها واعمل ايه القوس بتاعي. بعد كده اروح افتح 66 وترتكز في الدايرة اللي فوق دي كده تعمل ايه قوس. تمام. بعد كده انت هتروح جاي موصل النقطة الجديدة، نقطة القطعة دي كده، بعد كده هنا كده تروح جاي انت ايه ظبط هنا ظبط هنا يا باشا، اعمل كيرفك يا باشا. ماشي يا باشا. بعد كده تفرج فوق. تعالى بقى نعمل هنا المنطقة دي. هو جاي قال لك الكيرف ده كام؟ 14. طيب الكيرف ده كان عبارة عن ايه؟ عشان مش عايز حد يجي يقول لي انت عملت ديت ربع دايرة ليه؟ دي كانت عبارة عن دايرة كده، بص كده كده كانت عبارة عن دايرة، وانت لو جيت قسمت الدايرة دي 4/4 هتلاقي ان ده ربع بالعقل كده. فطبيعي ان انا عشان اعمل دايره ربع يعني نصف قطرها 14 هنزل من هنا 14 واقوم جاي اركز هنا وعامل دايره بنصف قطر 14. فانت بقى ما تشغلش دماغك عليا. تمام. ما تجيش تقول لي انت عملت ربع دايره ليه بعد الفيديو. تمام. فانا هروح جاي اعمل ايه كأني دي كانت دايره كامله. انا كنت نزلت طبعا المحور ده 14 فاروح جاي ايه هنا كده. تمام يا عم والله انا مكملها لك دايره بعد كده همسحك عشان تصدق. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه والله العظيم؟ بص يا صاحبي اهو، بص كانت دايره كامله ما كانتش دايره كامله، كانت دايره كامله. تمام. الموضوع بسيط وانا قمت جاي مسح دورت كده هي بالعقل. تمام. عشان انا نزلت من هنا 14 لان هي كانت دايره كامله اصلا. تعالى بقول لي هي جت 14 جاي حر. طيب بعد كده بقى هتيجي من هنا هتمد الخط ده كده مده، يعني مش عارف هنمده واحده واحده اهو. مديناه عندك هنا مماس داخلي 11. هتعمل خط موازي ده هنا كده على بعد 11 تاخد نقطة اهو كده. وده مش مماس داخلي. قال لك المماس الداخلي ده كام؟ قال لك نصف قطره 11. تقوم جاي كاتب ان 11 بتاخد الجمال اهو، تجمعهم مع نصف قطر الدايرة دي اللي هي 14 يدوك كله على بعضه 25. بعد كده تروح جاي ايه موصلهم بالمركز كده، جاي ايه عامل المماس بتاعك كده. بص ابسط مما تتخيل، عملنا مماس بكل سهولة. طيب جميل جدا كده احنا عملنا الشغل هنا. عايزين بقى نعمل الشغل هنا ده. نجيب امه ازاي؟ نجيبه بص هتيجي من هنا كده تطلع فوق كام 45 كده عشان تعمل المحور ده كده تطلع 45. تعمل لي كده محور ايه اللي بتاع الدايرة دي هنا كده. طيب بعد ما جبنا محور الدايرة دي احنا عايزين نشوف هنعمل الدايرة دي فين بالظبط. فجي قالك من فين ده الخط ده فين؟ مش ولا انا اشوف عنك كده. قالك من دي بص جه قالك من هنا كده، هنا كده 42 وجه قالك الشوية دولت 32 وهم دولت كده. طب ال 42 جايين منين؟ جايين من المحور ده كده
يبقى انا همشي كده الاول 42 وهطلع محور كده ايه خلاص. المحور ده اللي هو بتاع الدايرة دي كده خلاص. بعد كده همشي من المحور ده كام يا ربي، همشي 32 تقوم جاي طالع المحور كده، وده عشان اجيب مركز دايرة ايه دي كده. طب انا عايز اجيب مركز بقى الدايرة ديت هيكون فين؟ يعني عايز اجيب المحور ده كده، محور الرأس ده كده. ثواني اشوف هنجيب كده. تمام، محور الرأس ده هو على مستوى ده كده طبعا، بس ما كانتش واضحة، فهو على نفس المستوى ده يعني. شفت ده كده هتمده كده، فكده انا جبت مركز الدايرة دي ومركز الدايرة دي وهما الدايرتين دول. فالدايرة دي قال لك كام؟ نص قطرها 6، يبقى انا هجيب الدايرة دي نص قطرها 6 اهوت زي على الصورة اهو. نص قطرها 6، فكك من دي، خلينا نعمل دي دلوقتي. 6 يعني افتح 6. دايما الدايرة اللي بحب اعمل مع الست بحب اعملها بالبرجل يعني عشان تبقى بدقة يعني. طيب عملت الدايرة، بعد كده الدايرة الكبيرة جاية لك نص قطرها 11. طيب بعد كده عندك في مماس هنا اهو، ده مماس داخلي لان هو بصل الداخل داخل الدايرتين بتوعك. طيب بصل الداخل يعني هجمع، قوم جاي جايب نص قطر المماس كاتبه مرتين. اظن انت عرفت امتى بتجمع وامتى بتطرح وامتى بتطير في عمليات المماس يعني، ما فيهاش كلام بقى خلاص. تمام. بعد كده هجيب نصف قطر المماس ابتدى منه اللي هو 6 زائد 6، ونصف قطر المماس اللي انتهى عنده هنا كده اللي هو ايه 11. بعد كده تديك كام؟ 28، وهنا تديك 33 أو 33. أجيب بقى الرقمين دول تفتحهم بالبرجر. أفتكس هنا في الدايرة دي بس 28، سوري هفتكس في الدايرة اللي هي نصف قطرها 6 دي هنا. تمام، ده كده مش هيبقى معايا مساحة. بروح جاي فاتح 33، بفتكس في الدايرة دي وأعمل إيه علامة هنا، وبالتالي أنا كده جبت نقطة تقاطع أهي انترسكشن. بروح جاي إيه واخد منها علامة كده، واخد علامة كده عشان أشوف بداية ونهاية المماس، بداية اهي ونهاية. بروح جاي أركز كده هنا. تمام، بعد كده انت عايز تعمل مماس هنا كده، مماس ده كده مماس خارجي، مماس خارجي ليه؟ عشان هو بص خارج الدايرتين اللي انا بعمل معاهم مماس مش الرسم. فوق المماس ده قال لك ان هو كام؟ كام 36. قال لك ان هو 36، يبقى اكتبه مرتين، والمره دي عشان هو خارجي هطرح، وانا قايل هطرح في فيديو ممسات. هنطرح نصف قطر المماس اللي هو بدأ عنده اللي هو هنا كده اللي هو 6 ناقص نصف قطر الدايره التانية اللي هي 11، هنا تديك 30، وهنا تديك 11. 5 على 5 يبقى 25. تمام. ده انا افتح 25. طيب هعتكس في الدايرة اللي انا كنت 11، جاي عامل هنا ايه قوس اهو، قوم جاي فاتح 30، اعتكس في الدايرة دي وعامل بالتالي انا جبت نقطة، اروح جاي انا موصل النقطة دي بالنقطة دي نقطة هنا خارجية، فدي اللي هيبقى نهاية عندي المماس. نفس الكلام هنا كده، بالتالي جبت نقطة نهاية هنا وهنا، اروح جاي ايه اعتكس هنا كده ماشي مظبوطة، وفوق الدنيا بص عسل كده. احنا خلصنا الرسمة بتاعتنا، ناقص انك تتقل على الرسمة بتاعتك وتسلمها. اتمنى اكون قدرت افيدك، ولو انت استفدت متنساش تدعمني بكومنت ولايك، ولو عندك اي رسمة ابعتها لي وانا هضيفها بلاي ليست ان شاء الله.